السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي فترة كبيرة قوي منزلتش فيديوهات، اعذروني. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض التورتايه القمر دي. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والتفنيش بتاعها سهل وجميل كده زي ما انتم شايفين. طبعا لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا دعاء ابراهيم، وقناتي بتخص التراث والحلويات والمعجنات. اتمنى ان شاء الله تعملوا لي متابعة ولايك للفيديو، وتشيروه مع اصحابكم واصدقائكم، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك دعاء ابراهيم، نفس لوجو القناة، وهتلاقوها موجودة على صفحة اليوتيوب او موجودة على اليوتيوب ان شاء الله على صفحتي. ممكن تخشوا على اللينك نفسه وتدخلوا لي على صفحة الفيسبوك. احنا هنعمل مع بعض النهاردة التورتية دي مقاس 20. طبعا هنقول عملنا الكيك ازاي. الكيك ده المقادير بتاعته 350 جرام دقيق سبونج، جولدن باك، وعليهم تلت كوباية مية ساقعة متلجة، 4 بيضات ساقعين من التلاجة، وعليهم معلقة خل صغيرة وفانيليا. وبضرب كل المكونات دي كده مع بعض، وبشغل عليها العجان، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. قعدت معايا حوالي 45 دقيقة كده. طلعتها وقسمتها 3 طبقات على المنشار على رقم 8. تمام كده. لو انتي حابة انها تكون اعلى من كده، انا عادة بعمل التورت بتبقى 5 طبقات و4 طبقات. اللي متابعني ما بعملش 3 خالص. بس دي حبيت اعملها بقى ما تكونش عالية، بس طلعت جميلة جدا. وهتشوفوا طبعا زي ما انتوا شفتوها في الاول، التفنيش بتاعها حلو قوي. ضربت لها هنا كوباية كريم شانتيه الاول علشان نبدأ نحشي بقى ونقفل. وعايزة اقول لكم على طريقة حلوة قوي للكريم شانتيه. الكريم شانتيه علشان خاطر ما يعملش معاكي فراغات وانتي بتقفليها كده، ما يتعبكيش. طبعا الاول هنا انا حشيتها وقفلتها زي ما انتم شايفين. طبعا الفيديو هنا ما شاء الله شارح نفسه كل حاجة، شارحة نفسها هنا، واللي متابعني عارف كل الخطوات اللي انا بعملها. انا ضربت كوباية كريم شانتيه، اخدت معايا حوالي كوباية ونص كريم شانتيه. جزء حشيته، والجزء التاني اخدته حطيته في التلاجة حوالي ساعتين. بعد كده بطلعها واضربها في العجان تاني على الهادي خالص، بتنعم معايا جدا. شايفين ما شاء الله ما بتتعبنيش. مش بتتعبني في الشغل، وخصوصا في التجليس. انا هنا كنت مستعجله في التورتيه دي على فكره، ورحت جايه قلت اقفلها بسرعه. مش لازم احط يعني اقفلها على طول، مش لازم احط الكريمه في الفريزر. لا، تعبتني فعلا في التجليس، فلميت الكريمه تاني كلها وحطيتها حوالي ساعه واحده بس في الفريزر. ما شاء الله جمدت معايا او سقعت معايا، ضربتها نعمت جدا. وبصراحه ما شاء الله زي ما انتم شايفين ما خدتش معايا اي وقت في التجليس خالص. كده خلاص جلسناها. معايا هنا بقى ده التوبر اللي انا هحطه عليها، ده بقى اللي بينقل التورتايه لحته تانية خالص. التوبر ده بجيبه من على برنامج اسمه بنترست، وعملت لكم بيه فيديو قبل كده، ووريكم تجيبوه ازاي وتطبعوه ازاي وتقصوه بنفس الشكل الفراشه اللي انا ماسكاها في ايدي دي. ده الشكل اللي انا هحطه عليها. بمسكه بقى هقصه. انا بوريهولكوا هنا ده على ورق اسمه ورق جلوسي. تمام، قصيته كده كله بالشكل ده، وبدأت اخد القلوب وبحط عليها استك كده او عصاية شيش طاووق او خلة اسنان، وبتلزقيها بشمع او باي لزقة عندك علشان ايه نبدأ نحطها على التورتايه. زي ما انا قلت لكم دي بتنقل التورتايه لمكان تاني خالص. يعني التورتايه معانا اهي حشيناها وقفلناها وجميله جدا. مجرد بقى بس ما بحط عليها شويه الحاجات دي بتخلي شكلها حلو قوي قوي. هنا بقى هبدأ احط عليها الشغل كده زي ما انتم شايفين. هبدأ اوزع القلوب اللي معايا، ببدأ اوزعها. انا ما كانش في دماغي ليها شكل معين، انا ببدأ امسك كده الشكل معايا وابدأ اوزعه، واشوف دي افضل ليها تتحط كده او تتحط بالشكل ده. تمام كده اهو. هبدأ اوزعها كده زي ما انتم شايفين. حطيت هنا القلوب الصغيرة. معايا هنا برضو القلوب الصغيرة قوي دي بلزقها على الكريمة. وعلى فكرة بتلزق على الكريمة عادي خالص، مش بيجرى لها حاجة، ومش بيبوش الورق ده ولا اي حاجة. هو طبعا ورق مطبوع على ورق. هبدأ اوزع برضو بقية القلوب كده عليها. متنسوش طبعا لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعملوا لايك للفيديو. لو انتوا لحد دلوقتي ما عملتوش اللايك للفيديو، واشتراك لقناتي لو انتوا مش مشتركين. زي ما انتوا شايفين انا بمسك كده الحاجة، بصوا شايفين يعني احطها هنا، لا هنا اشيك، لا هنا افضل. يعني بشوف كده قبل ما احطها، بشوف مكانها فين. زي كلمة I love you دي حطيتها هنا كده، لقيت ليها افضل. دي فراشة معايا كان لونها احمر، كنت حابة ان انا احطها بس ما حسيتهاش لطيفة خالص، ما حسيتش ان هي ليها مكان. لا، هو الشغل ده بس كده افضل واحسن كتير من الفراشة. بدأت احط الطبر التاني ده كده،
حطيته في النص هنا شكله حلو قوي قدام ال3 قلوب. وهبدأ اوزع بقى بقية القلوب اللي هي القلوب الصغيرة. وعلى فكرة ممكن نعملها بعجينة سكر هتكون احلى واجمل، وممكن نعملها بشوكولاتة كمان. القلوب دي ممكن تعمليها بشوكولاتة وبتعمليها في المولد السيليكون اللي هو القلب، وبتكون شوكولاتة لونها احمر بتعمليها بقى، او بعجينة سكر في نفس المولد السيليكون برضو بتعمليها بتحطيها بيكون شكلها حلو جدا. هبدأ بقى ارش عليها هنا شوية كريسبي اللي هو الصغير قوي ده، برش كده عشوائي زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط عليها شوية كريسبي اللي هو لونه لؤلؤي، مش الابيض، اللون اللؤلؤي. هبدأ بقى اوزع شوية كده من هو كبير شوية. شوية بصوا اللمسات البسيطة دي بتديلها شكل حلو قوي قوي. خلاص هي ما خدتش معايا اي وقت في التفنيش، مجرد بس ما حشيتها وقفلتها، وببدأ احط عليها شوية الحاجات دي. ده الكريسبي الكبير شوية زي ما احنا شايفين كده. خلاص ما شاء الله خلصت معايا، شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا، سهلة وبسيطة. ولو انت اول مرة تعملي تورتاية هتعمليها بكل سهولة. يا رب تكون عجبتكم. شايفين جميلة ازاي؟ متنسوش بقى كومنت حلو كده منكم تشجيعي ليا. يا ريت يكون في تفاعل شوية على القناة، مفيش اي تفاعل خالص، وده من ضمن الاسباب اللي بيخليني اتأخر عليكم في نزول الفيديوهات. ما بلاقيش اي تفاعل خالص، بجد ببقى زعلانة قوي قوي ان مفيش اي تفاعل. بتعب في التصوير بياخد معايا وقت جامد. لو انا بعمل الحاجة دي من غير ما اصورها بخلصها بسرعة والله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.